في مباراة ممتعة جدا فعلا، قمة المرحلة الثالثة من الدوري. يخلص المباراة 2-2 ما بين المصري وبيراميدز. يعاب المصري او يعاب مدرب المصري في نقطة ان هو نزل مدافع من الاول لحد لما لبس الجون الاولاني وابتدى يهاجم. لو كان هاجم الاول كان اظن على ما اعتقد ان هو كان اللي هيهدف. دفاع بيراميدز زي الزفت، بس فعلا استمتعنا بمباراة ممتازة. بيراميدز ناقص منه حاجات تقلات بصراحة، لعيبة تقلات زي مصطفى فتحي والكارتي وبلاتي توريه. يعني خط الوسط الأساسي بتاعه ما بيلعبش. مصطفى فتحي وينج يمين تقيل قوي، عنده إصابات وعنده غيابات، بس مباراة في مصلحة النادي الأهلي وفي مصلحة الزمالك أكيد إن هم يعطلوا بعض. كل واحد خد نتيجة، كل واحد خد نقطة. النتيجة دي لصالح النادي الأهلي وصالح الزمالك، إن هم عطلوا بعض لصالح الفرق اللي وراه. النقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها وهي عودة إمام عاشور، هتبقى إضافة للنادي الأهلي، بس عودته حصل بقى غياب في خط الدفاع. هنتكلم عن محمد هاني غياب بسبب الطرد، ياسر إبراهيم وإصابة، ومرعي للأسف عمل ماتشين ممتازين، بس للأسف هيغيب لمدة شهر، 4 أسابيع، مدة شهر. يعني حتى بعد لما المنتخب يرجع، يعني المنتخب هيلعب ماتشين افريقيا، وعقبال لما يرجع يكون لسه راجع ياسين مريم. وعندنا طبعا محمد شكري برضو اصابه، يعني خط الدفاع اللي ورا كله اللي كان اساسي في اول مباراه مصاب. في تعويضات اكيد، عندنا العش، عندنا احمد رمضان بيكهام، والحمد لله كان اتصاب اشرف داعي، حس بالام بس رجع الحمد لله. هل ده هيأثر على دفاع الاهلي؟ لا، انت لسه المدرب ما وقفش على الدفاع. نقطة الدفاع عندك فيها مشكلة شوية، هو ما وقفش عليها، فهيجرب. ممكن رمضان بيكهام والعش يفرق جدا، وممكن العش يروح شمال وكريم فؤاد يلعب يمين، او يرجع عمر كمال عبد الواحد وكريم فؤاد يروح شمال. لسه هتبان في ماتش غزل المحله. ماتش غزل المحله ماتش صعب مش سهل، وخاصة الملعب مقرف، بس ان شاء الله الاهلي جدير بيه وجدير بالفوز باذن الله بالمباريات اللي جايه. انتظروني في حلقات جديده ان شاء الله، واحداث جديده في الكره المصريه. وقبل ما نقفل عايزين نقول بقاء لله للشناوي في والده، مات في حادثه اليوم في على طريق الواحات. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنه باذن الله.